الله وبركاته. اهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي في فيديو مهم عن الامتحان المتوقع بنسبه كبيره جدا في ماده الدين. طبعا كلنا مهتمين باللغه العربيه ومهتمين بالمواد التي تضاف للمجموع، وطبعا عايزين ملخص كده لامتحان الدين، والامتحان الدين هيجي ازاي والاسئله اللي هتيجي ان شاء الله. اولا كده الامتحان الديني باذن الله اول سؤال هيجي لك طبعا عن القران الكريم. طبعا احنا عندنا في ثالثه اعدادي سوره المؤمنون، ولازم تكونوا انتم ذاكرينها كويس جدا وعارفين معاني كلماتها وحافظينها لانها بيجي عليها اسئله كتير. اولا كده هات معنى ما ياتي. طبعا جايب لك ايه كريمه من ايات كريمه من سوره المؤمنين، هتقراها كويس وتهات ما ياتي من سلاله من طين. معنى كلمة سلالة من طين هتكتب خلاصة من طين، خلاصة من الطين. يعني ايه خلاصة؟ يعني انت اخدت جزء من الطين. طبعا علقة معناها دم جامد، ومضغة يعني قطعة لحم على قدر ما يمضغ، قطعة لحم قدر ما يمضغ. فسر معنى الآيتين الأولى والثانية من الآيات التي أمامك. يعني احنا هنفسر الآية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. صدق الله العظيم. احنا المفروض ان احنا نتاجر ان نفسر ده او نجيب معنى الآيتين دول. معنى الآية: لقد خلق الله آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض ثم خلقنا بنية متناسلين من نطفة تخرج من أصلاب الرجال لتستقر في أرحام النساء. وده معنى الآيتين اللي احنا عايزين نعرف معناهم بالظبط، ان احنا نعرف معناهم بالظبط يا شباب. السؤال جيم: املأ الفراغات التالية. حروف المد هي الألف والواو والياء. حروف اليد هي الألف والواو والياء. وطبعا ينقسم المد نوعين يا شباب: أصلي وفرعي. أصلي وفرعي. طبعا رقم د دايما بيجيب السؤال رقم د حفظ من الآية الكريمة. نرجع لكتاب الدين ونرجع للمصحف الشريف ونشوف الآية الكريمة اللي بادئة بالآية الكريمة دي ومنتهية بآخر طبعا وصبغة للآكلين. لازم نشوفها، فلازم احنا نحفظ سورة المؤمنون كويس لأنها هيجي أكيد منها. هو بيجي في السورة في الآيات القرآنية أكيد معاني كلمات تفسير الآية، وده سهلة، أنت بتجيب تفسيرها من على حسب فهمك في اللغة العربية. وطبعا في دروس اللي هو حروف المد مهمة جدا: الألف والواو والياء، وتقسيم المد فرعي وأصلي. وبعد كده تحفظ الآية الكريمة. بعد طبعا تاني حاجة بيجيلك الحديث الشريف. طبعا لازم يجيلك حديث من ضمن الأحاديث الموجودة عندك في كتاب الدين. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فحسب امرئ من الشيء أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. طبعا هات معاني الكلمات ما يأتي: لا يحقره وبحسب امرئ. طبعا معنى لا يحقره لا يستصغره، يعني لا يقلل من شأنه. يبقى تكتب كده: لا يستصغره او يقلل من شأنه. بحسب امرئ يعني كفى شرا. كفى ايه؟ شرا. يعني بحسب امرئ من الشر، يعني كفاك من الشر، كفاك من الشر. طبعا اشرح الحديث بالسابق. طبعا كل طالب هيشرحه باسلوبه والحديث شارح نفسه. طبعا المسلمين لازم يكون المسلمين متحابين فيما بينهم، ان المسلم ما يخذلش اخوه المسلم ولا يحقره يقلل من شأنه ولا ويتجنب طبعا الشر. طبعا كل المسلم على المسلم حرام، المال والدم والعرض. يبقى طبعا شرح الحديث كويس جدا ان انت تشرحه باسلوبك. كل طالب ممكن يشرح باسلوبه بالظبط. طبعا استكمال للحديث: ضع علامة صح او علامة خطأ. من صور التعاون التي يثاب عليها الإنسان مساعدة لزملائه بالغش في الامتحان. طبعا غلط، انت بتساعد زميلك في الحاجة دي ولكن انت بتساعده في الشر، اذا غلط. وقوف المسلم مع اخيه المسلم، طبعا مع اخيه المسلم من الاسلام. طبعا صح مليون في المية. لو في مشكلة عند اخوك المسلم لازم تقف جنبه، ولو في فرح عند اخوك المسلم لازم تقف جنبه في المشكلة وفي الفرح وفي الحزن وفي كل حاجة. طبعا ثالثا السؤال الثالث بيجي في الفروع. ولازم كلنا نكون قرأنا كويس الكتاب. ضع علامة صح أو علامة غلط. الإسلام وكتابة القرآن الكريم أول وثيقة عالمية أعلنت حقوق الإنسان. طبعا صح، القرآن الكريم هو أول وثيقة عالمية أعلنت حقوق الإسلام. القرآن الكريم بحافظ على حقوق الإنسان وحقوق جميع الكائنات الحية من مصادر الثقافة في الإسلام: القرآن والسنة والتراث الإسلامي. صح، الإسلام دين طهارة ونظافة. طبعا صح. أنت يعتبر
بتنضف 5 مرات في اليوم. مفيش دين غير الدين الاسلامي اللي بنص على كده، ان انت في 5 فروض، والخمس فروض لازم تكون طاهر ولازم تكون نظيف، وطبعا ده كله من خلال الوضوء. من موجبات الاغتسال موت المسلم الا اذا كان شهيدا. طبعا صح، لازم المسلم اذا توفى في حق يغتسل، ما عدا اذا كان شهيدا في الحرب لا يغتسل الشهيد. من سنن الاغتسال التسمية عند البدء. طبعا صح، يبقى اذا ال5 دول صح يا شباب. طبعا اخر سؤال اللي هو الكتاب الاضافي، وده لازم تكون مذاكره كويس. تعالوا نشوف الاسئلة. طبعا التوازن في الإسلام ينقسم إلى نوعين: توازن خلقي وتوازن خلقي. الصلاة عبادة ورياضة. طبعا الصلاة عبادة روحية، عبادة روحية، والرياضة إن أنت تلعب رياضة دي عبادة، ولكن عبادة جسدية. طبعا الزكاة عبادة مالية فرضها الله لتطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل، وتعالجها طبعا وتعالجها من الأنانية، وتعالجها من الأنانية والشح. يبقى الزكاة عبادة مالية فرضها الله لتطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل، وتعالجها من الأنانية. وطبعا تعالجها منين؟ من الانانيه يا شباب. يبقى هو ده يا شباب، ده امتحان الدين اللي هيجي لك زيه بالظبط. امتحان الدين هيكون عباره عن 4 اسئله. اول سؤال عن القران الكريم، تاني سؤال عن الاحاديث الشريفه، تالت سؤال عن الفروع، ورابع سؤال عن الكتاب الاضافي. اتمنى التوفيق لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.